يا سهر الليالي يا إنه كسل على بالي الله. هنخسر هنطلع من الدوري. انا اتجننت رسم يا جدعان، خلاص رسميا اتجننت رسميا. قرعة جميلة. والله انا قلت حاجة كده، بس معلش بس بفتح اللابتوب عشان اشوف الماتشات كلها، يعني الكمبيوتر سوري. أنا قُلت إن كل الماتشات أو أي فرقة إحنا هنلاعبها يعني كبرشلونة هنخسر. مش متفائل خالص الموسم ده لبرشلونة، وربنا يستر. وريني يا ابني دوري أوروبا إيه اللي حصل فيه، عشان برضه إيه نبقى ملمين بالموضوع بس كده. إحنا أول حاجة نتكلم عنها، إحنا إحنا هنلاعب نيوكاسل. هتقول لي إيه المشكلة؟ يعني أنت هتلاعب نيوكاسل، طب ما أنت كسبتها أصلًا في الأول، يعني في الleague phase يعني، لمّا راشفورد حط الكورة الأولانية وحط الكورة من بعيد وكلام من ده يعني. هل كنا جامدين في الماتش؟ لأ. هل كنا مثلًا عاملين مستوى خطير على نيوكاسل؟ لأ. هل نيوكاسل دلوقتي أحسن من ساعتها؟ آه. هل أنت أوحش من ساعتها؟ آه. طب هنكسب ليه؟ وحاسس إن الماتش يعني الماتش كلّها 10 أيام ويتلعب، 10 أيام وهيتلعب في شهر مارس، في شوف دي علامة بقى، دي علامة. أنا أي نعم حاطّه على الحرف، ولكن دي علامة إن إحنا مش هنكسب. يا جماعة برشلونة مش عايز معلش الكاميرا كده. برشلونة في خطر، برشلونة في مأزق، برشلونة وإحنا في مأزق، والله ما متعشم. المشكلة في الحوار ده إن هو ذهاب وعودة، فأنت تبقى قاعد مثلًا لو هو مثلًا ما فشخناش سكور زي أتلتيكو مدريد مثلًا وكسبونا 4، فأنت بقى قاعد بقى متعشم. طب ما إحنا ممكن نرجع، طب هو ممكن يرجعوا علينا، طب مش عارف إيه، لو عدينا لو هو نحط إيدينا على قلبنا كده. الحمد لله ده نيوكاسل. هنلاعب مين بقى؟ هتلاعب أتلتيكو مدريد اللي ضارتك 4-0 أو بتدقرك لسه حاليًا، بتتضئر حاليًا منها already يعني، يا إما هتلاعب توتنهام. توتنهام أحسن دفاع في البطولة يعتبر. توتنهام اللي يعني فان دي فين ده هيعمل من ليفاندوفسكي ده. ليفاندوفسكي وفان دي فين، يا نهار أبيض! يا نهار أبيض! يعني أنا باتخيل إن إحنا يعني تأهلنا أصلًا، تمام. تعال نتكلم كده بس إيه يعني تحليل نحلل يعني تحليل صريح والكلام ده. باشا نيوكاسل دلوقتي بقى لها فترة كده مجنونة، وبتلعب حلو، وبتكسب فرق كبيرة، في الفرق الصغيرة بتديهم حجمهم 9، يعني كسبانين 9. كرباج دي إحنا لو لعبناها ممكن يدخل فينا جون الأول طبعًا. ده سيناريو معتاد أصلًا، إحنا يدخل فينا جون الأول دي، يدخل فينا جون، بعد كده نفضل نحاول، ممكن مثلًا نكسب 2-1 في الذهاب، بعد كده ندخل على العودة نكسب مثلًا 1-0، 2-0، ممكن تبقى النتيجة 4-1 والّا 4-2 لينا في الtotal وشكرًا. الأساتذة كسبوها 9، حاطين فيها 9 أجوان، كسبوها رايح جاي 3-2 و6-1. تعال نبُص كده نشوف هُم عندهم مين في الدوري الإنجليزي، يعني هيلاعبوا مين. هيلاعبوا الماتش الجاي إيفرتون. حلو أوي، حلو أوي الكلام ده. وبعدها هنا بقى في نقطة. النقطة دي يا إما هتهدّيهم شوية، يا إما مثلًا هتخلّيهم ما يبقوش في نفس العنفوان، يا إما هيركبونا. قُل لي ليه بقى، قُل لي ليه؟ عندهم بعد إيفرتون اللي هم كده هيدوروها، عندهم مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد فاجرة السنة دي أنا عارف، ونيوكاسل برضه جامدة فشخ يعني. بعد كده هيلاعبوا السيتي، بعد كده هيلاعبونا. عندهم جدول. الماتشين دول بقى اللي هم قبل الماتش بتاعنا إحنا، لو هم كسبوا السيتي ويونايتد، يبقى قابلني، لو ما طلعناش بسكور، يبقى قابلني جوردن لأ مش هنلحق نبُص عليه. جيرارد مارتن هتلاقيه عدّى من جنبه كده. كوندي، يا نهار أسود على كوندي وسنينه. كوندي اللي هيفشخنا كوندي ده. فهُم عندهم ال3 ماتشات دول، ماتشين ماتش حنين وماتشين ولاد كلب، بعد كده إيه هيقابلونا. لو هُم كسبوهم خُد يا باشا الثقة بالنفس وهتلاقي إيه. وبرضه إحنا يعني مش نفس الكلام، عندنا ماتش اللي جاي اللي هو بُكرة فياريال. حلو أوي، حلو. إحنا دلوقتي الأول في الدوري والتعبان والميت والشغل اللي إحنا إيه، إحنا ميتين وريال مدريد ميتين، فإحنا عمالين بنموت في بعض شغل الهطل ده. عندنا بقى ماتش فياريال،
يعني كتر خير ريال مدريد اصلا انها كسبت الماتش اللي فات، خسرت قصدي الماتش اللي فات وخلتنا احنا الاولاني. ليه؟ ده يدينا ثقه في نفسنا شويه، المفروض يعني ان احنا نبقى الاول، ويدينا ثقه في نفسنا ان احنا ايه، احنا لسه في وضعنا على الدوري، في الدوري بتاعنا الاسباني، مع ان احنا اصلا تعبانين يعني. ماتش فيا ريال، بعد كده هنلاقي ماتش اتلتيكو مدريد، بعد كده ماتش اتلتيكو بالباو. فهنلاعب فرق طبعا اتلتيكو مدريد بقى. لو احنا بقى هنا بقى نقطه بقى هنا ما متوقعش الكلام ده خالص. لو احنا كسبنا اتلتيكو مدريد وعملنا ريمونتادا، هتبقى دافعه على بلباو، وبلباو هتبقى دافعه على نيوكاسل. لكن لو خسرنا من الكاس وطلعنا، بلباو هنعافر معاها، ممكن نكسب ممكن لا، هنيجي نيوكاسل هتروح لطشانه بالقلم لو هي برضه ايه كسبت. لو ما كسبتش واحنا الاتنين عمالين بنخسر احنا الاتنين، هنقابل بعض احنا ونيوكاسل يعني، والميت والتعبان. بس انتوا عارفين وانت عارف اكيد ان اللي بيقابل برشلونة او بيقابل ريال مدريد اي فرقة كبيرة بيبقى بيدي 200%. فيعني ربنا يستر ربنا يستر ربنا يستر، عشان انا تعبت من الفرقه دي، وتعبت من ليفاندوفسكي وفيران توريز. عمال بقول بقالي كذا فيديو، لساني بقى لحد هنا تمام من كتر الكلام. ابوس ايديك ورافينيا مصاب مش عارف هيرجع ولا مش هيرجع، وبدري وحاجه بنت كلب، ولامين يامال والعالم بتاعته اللي مش شغاله معانا دي ولا شغاله معاه. الله يخرب بيت نيكي نيكول، ما كانتش يعني بنت يعني فجره يعني، ما قد كده يعني، مش فايفه يا عم لامين، ايه اللي حصل؟ ما علينا ما علينا يعني. فيعني برشلونة ونيوكاسل، انا اتوقع هديها التوقعات بقى بقلبي ولا بعقلي بقى، عشان انا يعني كل ما امشي ورا قلبي على الفرقة دي بفشخ. خلينا اقول بالعقل، برشلونة ونيوكاسل. هقول لك الذهاب دلوقتي هيحصل في ايه. الذهاب يا باشا، طبعا الموضوع صعب جدا، الموضوع صعب جدا انك تتوقع، لان في هبل هيحصل قبلها، في اتلتيكو مدريد وفي بلباو. طب خلينا بقى ايه نضيف شويه سبايسي، اقول لك اللي هيحصل في الماتشات الثلاثه هنا وهنا، واقول لك في الاخر ايه النتيجه. شوف انا هعرف اظبطها، اظبط السيناريو كده ولا ايه. ان شاء الله خير ان شاء الله خير، ما تخافش يا برشلونه، هعديكوا ادوني بس رش وانا هعديكوا ان شاء الله. عشان انا توقعت بالمناسبه اللي شاف الفيديو اللي فات، انا توقعت ان الانتر يطلع من البلاي اوفس وطلع. توقعت ان اتلتيكو هيكمل، قلت ان حد من الاثنين اتلتيكو وانتر ميلان هيطلع، وفعلا قلت إن جلطة سراي هيعافر، وقلت إن يوفنتوس هيكسب، بس جلطة سراي كسب يعني. بس ما علينا. اللي ما توقعتهاش بقى خالص هي اتلانتا، ولكن انا توقعت جلطة سراي، قصدي سوري، توقعت انتر منها تطلع، وتوقعت انها اتلتيكو مدريد تكمل مع ان كلوب بروج ممتازه، وتوقعت ان طبعا مدريد هتعدي من بنفيكا، وتوقعت ان باريس هتكسب موناكو، والكلام الجميل المحترم ده. طيب، وتوقعت ان نيوكاسل هتعدي من كاراباجيا. برشلونة وفياريال بكرة احنا هنكسبهم 2-1 مثلا، يعني فرق النتيجة مش جامدة قوي، هنكسب 2-1 وهنحافظ على الصدارة، يا رب اتمنى. هنخش بقى اتلتيكو مدريد، ما تخلينيش اقول لك ان انا، او خليني اقول لك يعني ان احنا آه يعني هنخسر من اتلتيكو مدريد، ومش هنرجع عليهم ولا اي حاجة، وممكن كمان هم يحطوا جون واتنين فهنطلع من الكاس. هنروح على ماتش اتلتيك بالباو وهنكسب اتلتيك بالباو، ممكن يكسبهم سكور 3-0 مثلا. على الناحية التانية تعال نشوف، احنا قلنا نيوكاسل هتلاعب ايفرتون، هتدقرها تمام زي ما قلنا. هتلاعب يونايتد، هتخسر من يونايتد بس مش هتخسر بفرق كبير، هتخسر مثلا 1-2 كده فاهم. وهتلاعب بعدها السيتي هتكسب يونايتد، نيوكاسل يونايتد يعني، وبس مش فرق كبير يعني، برضه تكسب بس 1-0، ممكن تتعادل كمان. نيوكاسل هتيجي علينا فشخانة، هتيجي تفشخنا تمام، وهنخسر الذهاب بس فرق مش كبير 2-1 حاجة زي كده، وفي العودة هنرجع عليهم وهنكسب مثلا 3-2. يا رب تكون سمعت، يا رب تكون ركزت، لو طلعت صح في الآخر هاجي أعاقب أقسم بالله قدام الكاميرا إن أنا طلعت صح في كل اللي أنا بقوله ده. ماشي تمام تمام. فأتمنى إن إحنا في الفترة اللي جاية دي نظبط حيلنا في الماتشات يا سلام لو رجعنا يا سلام يعني، أو أنا أتمنى أو أنا أكره يا ابني إن أنا ما ارجعش ان اتلتيكو مدريد، اتمنى طبعا. فاتمنى ان احنا نرجع فعلا اتلتيكو مدريد، وان احنا ندخل على نيوكاسل 100% و200% كمان. فربنا يستر وان شاء الله خير يا حبيبي، ولا تقلق. ريال مدريد ومانشستر سيتي اي تالت؟ لا مش تالت. هل هذا رابع؟ لا مش رابع. هل هذا عاشر؟ لا مش عاشر. هل هذا 150؟ نعم، المرة ال150 الذي يواجه فيها ريال مدريد المانشستر سيتي. الفرقتين مش في أحسن أحوالهم، واحد متشعبط في مبابي والتاني متشعبط في اللاشيء. آم،
السيتي وريال مدريد يمكن دي أكتر مرّة باحس إن هُم يعني آمم قريبين فيها من مستوى بعض، يعني حاسس إن أنا أتفرّج المرّة دي على السيتي وريال مدريد فعلًا اللي هيستحق إن هو يكسب هيعدّي، هتقول لي بس هاقول لك يعني امبابي مثلًا نقطة لريال مدريد بييجي plus هتقول لي ما هو في الناحية التانية هالاند، أقول لك لأ، هالاند لعيب منظومة، أنا باشوف إن هو لعيب مش لعيب حَل فردي تمام، يعني مش هو اللي هياخد الكورة، ممكن يبقى في لعيبة تانية حَل فردي، بس طبعًا ما تقارنوش بامبابي، يعني مثلًا في لعيبة تانية زي مثلًا سيمينيون ده والّا ما أعرفش مين اللي جه الجديد ده مرموش إيه بس صل على النبي، مثلًا عندك برناندو بقى مثلًا، عندك لعيبة كتير، دوكو، سافينيو وهكذا، وهكذا، دول اللي ممكن يعملوا خطورة على ريال مدريد ودفاع ريال مدريد، لأن هو دفاع ريال مدريد مش أحسن دفاع في الدنيا يعني، ولكن برضه إمبابي، الناحية التانية إمبابي بقى هو اللي فردي شوية، يعني ممكن تلاقي ياخد الكورة يعمل لك مش عارف حاجة زي كده، يخطف جون وتلاقي الفرقة بقى على حسه بقت إيه، ماسكة في متشعبطة في الفوز وكله إيه عايز يكسب وكله يموت نفسه عادي. عندك فالفيردي برضه لعيبة واحد من اللعيبة الرخمين أوي aggressive والaggressive والحاجة في كل حاجة يعني. معلش يا جماعة كان في حد بيخبط. لاعب مين الكام يوم اللي جايين دول والسيتي برضه هتلاعب مين؟ ريال مدريد هيلعب ماتشين بس قبل السيتي هيلاعب ختافي وسيلتا فيجو ماتشين سهلين جدا 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 عليه وعلى مبابي فيعني اعتقد ان هو تحصيل حاصل وهيلموا ثقة بالنفس كده وهم معديين بصلاة على النبي وهيخشوا على السيتي يعني ايه هيجانين كده بكامل قوتهم السيتي هتلاعب يونايتد نيوكاسل قصدي يونايتد السيتي هتلعب 3 ماتشات مش ماتشين بس، وهو ليدز في نوتنجهام في نيوكاسل يونايتد، ويا عيني عليهم نيوكاسل يعني قبل ريال مدريد على طول، اللي هو أصعب ماتش يعتبر، وكده إحنا عارفين الدوري الإنجليزي ما فيهوش كبير يعتبر، يعني ليدز ممكن تلاقيها كسبت سيتي عادي، ممكن تلاقي نوتنجهام رزعتهم عادي، ونيوكاسل ييجي بقى يديهم القضية، ومدريد يديهم بالشلوت، وإيه جوارديولا إيه يروح يموت. الفرق مش كبير بين السيتي والأرسنال، يعني هُم لو كسبوا ال3 ماتشات دول مثلًا هيبقوا تمام ماشيين كويس في الدوري، وكمان ليهم ماتش كمان متأجل، يعني لسه ما لعبوش ماتش فيهم هُم الأرسنال لعب ماتش زيادة، فبالحسبة كده هيبقى الفرق أصلًا بين الأرسنال والسيتي نقطتين، يعني ليهم ماتش لو كسبوه هيبقى فرق بينهم نقطتين بس. أنا باحب الواد هالاند، أنا بصراحة باحب الواد هالاند، ولكن دايمًا ما بيظهرش في الماتشات الكبيرة، يعني عمري ما اتفرّجت ليه على ماتش السيتي وريال مدريد ولقيته بيلعب عِدِل، يعني دايمًا عامل زي البالونة كده، هُم كمان إيه بيبقى واخدين تعليمات المدافعين إن هُم هيمسكوه، فلمّا يمسكوه هو يا باشا خلاص بقى، برّه الدنيا بقى، خلاص ما فيش هالاند ولا بتاع، تحس إن هو مثلًا زي ما تكون إيه بيقول بيفضّي مساحة لزمايله، بيعمل أي حاجة تانية، بس يعني ما بيلعبش كورة غير لو مثلًا لو جات له ضربة جزاء، لو جابها جابها ما جابهاش خلاص. فدي حاجة بتضايقني، لكن امبابي الناحية التانية بيبقى عامل خطورة دايمًا، دايمًا على أي فرقة، امبابي لعيب فردي، امبابي بتعليمات مدرب أو حلول فردية ممكن يخلق الحل عادي جدًا يعني. فالسيتي السنة اللي فاتت مثلًا كانت تعبانة، كانت كحيانة خالص وكانت كل شوية تخسر وعملت ريكورد تاريخي في الخسارة أصلًا. السنة دي يعني أحسن شوية بس برضه الحال من المحال، هو تقريبًا، بس برضه إيه، يعني مثلًا يخسروا ماتشين، يكسبوا ماتش، يكسبوا ماتش، يخسروا ماتش، يكسبوا ماتشين، يخسروا ماتش، كده فاهم؟ ما فيش بقى إيه اللي هو ثبات على حاجة يعني، بس أحسن نسبيًا من الموسم التاني اللي فات يعني قصدي، ريال مدريد برضه السنة دي برضه مذبذبة، يعني مش في أحسن حال، عشان كده نرجع أقول إن أنا شايف إن المرّة دي هي أكتر مرّة متكافئة السيتي هيقابل فيها ريال مدريد، وتعالَ بقى نتوقع كده إيه ال3 ماتشات الجايين لريال مدريد أو الماتشين لريال مدريد والسيتي، ونقول في الآخر هيعملوا إيه مع بعض يعني. طبعًا السيتي عندها ماتش مع ليدز في الترتيب بتاع الدوري الإنجليزي هي في المركز يا باشا مركز ال15 من الفرق الوضيعة، توتنهام في ال16 يا نهار أزرق! توتنهام في الدوري الإنجليزي حاجة، وفي دوري أبطال أوروبا حاجة تانية، يعني كانت أحسن من أحسن الدفاعات اللي موجودة يعتبر، واتأهلت، حاجة غريبة يا أخي وضعهم غريب، بيلعبوا على حاجة واحدة بس، مركزين في حاجة واحدة بس، طب يعني خلّي بالكم عشان أنتم ممكن تهبطوا، فاضل لكم مركزين تنزلوا في الأحمر، ما علينا يعني. أعتقد إن ليدز هتبقى سهلة للسيتي والسيتي هيعدّي وهيكسب عادي جدًا، بعد كده السيتي عنده نوتنجهام فورست، نوتنجهام فورست فين؟ تحت توتنهام 17 اللي هي خلاص على الخط على الحدود، فكده إيه برضه السيتي هيعدّي وده حاجة كويسة جدًا. ندخل بقى على نيوكاسل في ال11 في نُص الجدول بالضبط، ولكن
نيوكاسل بقى لها فترة في الشامبيونز ليج في الفورمة، فممكن تكسب ماتش ايفرتون عادي جدًا. هي فكرة في ماتش بتاع يونايتد بتاع نيوكاسل، لو نيوكاسل كسبت يونايتد هتيجي تدقر زي ما قُلت كده هتدقر مدريد، لو ما كسبتش يعني اليونايتد هيبقى صعب عليها، الموضوع هيبقى صعب جدًا. ف مش عارف بصراحة، فأنا هاقول إن السيتي هتكسب كل الماتشات اللي قبل مش عارف أنا قُلت إيه، أنا قُلت إيه أصلًا في نيوكاسل، أنا باقول حاجات تانية مختلفة تمامًا، يعني فاهم، ممكن أقول حاجة وانساها عادي جدًا. ما علينا، هنقول إن السيتي هيكسب كل الماتشات دي، وهيكسب برضه نيوكاسل، وهيخش على مدريد. مدريد عنده ختافي وسيلتا فيجو، كده، كده مش محتاج أقول، يعني طخ، طخ وهيكسب وهيعدّي وشكرًا جزيلًا. الماتش الأولاني صحيح هيتلعب في البرنابيو، ودي هتبقى صعبة برضه على السيتي، صعبة على السيتي بس السيتي هيبقى جاي كسبان وده جاي كسبان. أتوقع بصراحة فوز ريال مدريد، ولكن مش بنتيجة كبيرة، يعني مثلًا ممكن يكسب 2-1 حاجة زي كده. في العودة بقى في الاتحاد ممكن السيتي يرجع هيلطش وهيلطش ريال مدريد برّه البطولة. تمام، تعالَ بقى نقول بقى إيه توقعات كل الدور ال16 مين اللي هيعدّي بقى بسرعة كده، بسرعة بإنجاز يعني، ومين اللي إيه مش هيعدّي الفرق كلّها. نيوكاسل وبرشلونة، برشلونة هتعدّي ولكن بشق الأنفس، وده هيبقى آخر ماتش، يعني آخر ماتشين هنلعبهم في دوري أبطال أوروبا، مش آخر ماتشين قصدي يعني مش هنعدّي اللي بعد كده، مش هنخش الsemi final، يعني هنخسر في الquarter. تمام. فبرشلونة هتعدّي like لبرشلونة، جالاتا سراي هتعدّي يا باشا ليفربول، اسمع منّي بقى وخلّص. ليفربول هتخسر من جالاتا سراي، وجالاتا سراي هتعدّي للدور اللي جاي. جالاتا سراي حصان أسود يا جدعان. أتلتيكو مدريد وتوتنهام، أتلتيكو مدريد هتعافر مع ده ماتش متكافئ فشخ، ولكن توتنهام هتكسب أتلتيكو مدريد الضعيفة وهتعدّي إلى الدور القادم. أرسنال وليفركوزن باشا أرسنال خلاص شكرًا هتعدّي. أرسنال الدور القادم. بودو جلمت وسبورتنج لشبونة، بودو جلمت أنا باراهن عليها، بودو جلمت دي حصان أسود برضه هتعدّي سبورتنج لشبونة عادي جدًا. أتلانتا الله يرحمها مع إنها عاملة ماتش ممتاز قدام الإنتر وطلعت الإنتر، ولكن البايرن منظم جدًا، جدًا يا أتلانتا، وللأسف هتعدّي البايرن. باريس سان جيرمان وتشيلسي والها. تشيلسي كان أحسن شوية في أول السيزون، باريس سان جيرمان دلوقتي رجع فاق تاني. باريس سان جيرمان هيكسب تشيلسي وهيعدّي الدور الجاي، ومانشستر سيتي هيكسب ريال مدريد وهيعدّي للدور الجاي. كده معانا في الدور اللي جاي برشلونة وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وغالتا سراي وتوتنهام وأرسنال وبودو جلمت. دي توقعاتي لدور ال16، ودي كانت تحاليل برضه للماتشات ومش عارف إيه. فقولوا لي رأيكم أنتم في الكومنتات، قولوا لي توقعاتكم إيه الدنيا، ويعني هل أنتم شايفين معايا والّا ضدي يعني في الحوارات دي؟ أشوفكم حلقة جاية إن شاء الله بكرة في ماتش برشلونة، وإيه نشوف هنعمل إيه في الماتش بتاع بكرة ده، ونشوف برضه دوري أبطال أوروبا هيعمل بينا إيه، وهل اللي أنا قُلته ده هيطلع صح معظمه والّا ما فيش حاجة هيطلع منه صح خالص. أشوفكم على خير، ده كان فني. أحبكم، باي باي.